العربي خلاص. وإذا صح ما نشر من أنه المخابرات الإسرائيلية الآن في مصر بكل قوتها، وهذا الكلام ينشر ومع الأسف ينشر، ولكن وسائلنا الإعلامية هي الوحيدة التي لا تنقله. وشيء مؤسف ومنشور في العالم كله أن المخابرات الإسرائيلية موجودة بأقصى درجة وجدت لها في مصر على الإطلاق في التوقيت الحالي. وإذا صح ما نشر من أن في 60 مليار جنيه مرصودة للانتخابات المصرية بس اللي جاية القادمة، فلا، ده أنا قدام كارثة. أنا قدام أن إسرائيل بتستعد للاحتفال يوم صدور نتيجة الانتخابات. إذا أضفنا إلى هذا إن مسألة النظام القديم اللي بيعمله دلوقتي في هذا، لا طبعا لازم أشعر بمصيبة كبيرة جدا. يعني على سبيل المثال، هل ممكن حد يصدق إنه نفس الجهاز اللي بيتصل بالعمد والمشايخ ورؤساء القبائل في الجمهورية هو نفس الجهاز اللي كان موجود شغال قبل كده مباحث أمن الدولة؟ وحقيقة وهناك أموال تضخ بهذه الصورة. مش ممكن أبدا نوصل لكده. وبعدين في الحالة دي في الحقيقة مش هيبقى فيه، انسى بقى ان في حاجة اسمها الاستقرار. يعني من ضمن اللي بيتقال دلوقتي انه والله الناس عايزة تنتخب الفريق احمد شفيق علشان الاستقرار بس هل في أدلة على دخول هذه الأموال لصالح الفريق أحمد شفيق؟ ومنين هذه الأموال؟ لا، ما هو أنا بقول لحضرتك إذا صح ما يذكر عن الانتخابات القادمة ده إنما اللي فاتت، إنما الدليل إن الواحد بس يسمع الإذاعة الإسرائيلية. عارف لو تقارير الاستماع الموجودة في الإذاعة المصرية جابت ما تنشره الإذاعة الإسرائيلية وقنوات التلفزيون الإسرائيلية، ده بتنشر ده صراحة. يعني الكلام مش الإذاعة الإسرائيلية معروف إنها دايما بتنشر أكاذيب عن مصر. طب ولكن الواقع بقى بيقول ايه؟ الواقع اللي احنا شايفينه بالفعل انه الاجهزه اللي موجوده حاليا في مصر داخل مصر، الاجهزه اللي هي تبع النظام القديم هنا في مصر كلها بتعمل في نفس الاتجاه ده. انا الحقيقه انا بقول لحضرتك اذا انا بسمع ان امريكا واسرائيل بتستعد لاسدال الستار على ثورات الربيع العربي بهذه الصورة، لازم اشعر بقلق، مش عايزة كلام. عشان كده انا حزنت اني اجد ان التصويت المسيحي يصب ناحية نظام حسني مبارك. ليه؟ بس برضو ما نقدرش على فكرة ردا على سؤال حضرتك، انت بتقول لي نظرا لانهم لقوا ان هم خايفين من المرشح الاسلامي. طب ما كان في مرشحين غير اسلاميين، يعني مش البديل الوحيد. عشان ده اللي انا عايز اقوله. اولا ليست كل اصوات الاقباط ذهبت الى الفريق احمد شفيق. بحكم معلوماتي انا الشخصيه ان هناك يعني اخوه لي اقباط صوتوا لحمدين وصوتوا للدكتور عبد المنعم، وانا اعلم والسيد عمرو موسى. فيعني انا لا اعتقد ان كل الكتله التصويتيه القبطيه ذهبت لفريق احمد شفيق. النقطه الثانيه اللي هي فكره ان هناك جمهور عادي طبيعي، مواطنين مصريين، بعضهم يبحث عن الأمن، بعضهم يبحث عن الاستقرار كما يعتقد، بعضهم يصوت تصويتا ضد الإخوان المسلمين أو ضد الإسلاميين بشكل ما، اللي هو الذي يميل إلى فكرة الدولة المدنية. صوتوا للفريق أحمد شفيق وللسيد عمرو موسى الذين يحسبون على النظام السابق. ده صحيح، بس هو من حيث التصويت المسيحيين في الانتخابات، أنا تقدير مني أنا باللي شفته أعتقد أنه 5% فقط، 10% ما يوصلوش 10%، بس يعني 5% 6% هم اللي صوتوا تصويت متنوع. إنما بالفعل مما رأيته في قرى، يعني قرية مثلا فيها عدد اللي ذهبوا من المسيحيين يطلع كذا، التصويت بالكامل لأحمد شفيق. وده استقراء انا مصدره، انا بقول لحضرتك انا مصدر هذا. ولذلك انا حزين. انا على فكره انت عارف حضرتك ان انا التوكيلات او التأييدات ليا في مجال المسيحيين كانت وصلت ضخمه جدا لدرجه تجاوز، يعني انا اللي اتذكره انها جاوزت 22,000 توكيل وصلنا من مسيحيين. وفي حملتي كان وصل عدد اللي بيشتغلوا في الحملة من المسيحيين المتطوعين اللي على مستوى الجمهورية عدد كبير جدا، ربما لا أتذكر الآن هو انتهى إلى كام واحد، إنما
بيشتغلوا فعلا في الحمل. فانا ما فيش حاجه، بالعكس. تفسير سيادتك ايه لان المسيحيين ان صحوا صوتوا لفريق احمد شفيق؟ والله انا حزين، لان دي بالنسبه لي صدمه، لانه ده معناها ايه؟ ده معناها غير عادي. يعني هو ده انا لا اريد العوده الى النظام السابق. الفريق احمد شفيق على فكره انا لازم حتى اقدم له هو نفسه اعتذار. انا ما احبش اتكلم عن شخص حتى لو كان احمد شفيق، انما هو دخل نفسه الحقيقه في مرحله زمنيه لغرض او لاخر، في مرحله زمنيه الحقيقه مش مرحلته، فهو اللي استجلب على نفسه هذا الكلام. اللي بيقولوا ان عشان الاستقرار، حضرتك قلت كلام رائع جدا، ان في ناس مواطنين عاديين، وده صحيح وكتير مش قليلين على فكره، اللي عشان الاستقرار وعشان الامن وعلشان كذا، مع انه الواقع ان اذا الفريق احمد شفيق تولى رئاسه الجمهوريه، يعني انا في رايي انسى حكايه الاستقرار في مصر، لانه ده على الاقل ميدان التحرير والحكومه هتبقى المواجهات والمصادمات لا يمكن يبقى انسى بقى، لا بورصه ولا اسعار، الاسعار ترتفع، ولا سولار، ازمه سولار، لا يمكن. ليه؟ لانه في امهات ثكالى ومكلومات، في دماء، في ناس مش هيسيبوا الموضوع، هنخش في مرحله حريق. ولذلك الاستقرار هو الضحيه الاولى، مش ان هيبقى في استقرار. النهارده يعني في حاجات منشوره في وسائل اعلام عالميه الواحد لا يصدقها. لكن على الجانب الاخر هناك ايضا تخوفات من البعض من وصول الدكتور محمد مرسي الى كرسي الرئاسه برضه. ما هو هنا احنا ما فيش شك ان احنا يعني لازم نجري مقارنه سليمه. ازاي؟ يعني الخوف من التصويت الطائفي يا دكتور. ما هو طبعا لا شك ان الخوف من ولذلك انا اتمنى ان احنا نسيبنا من التصويت الطائفي ونتكلم عن هو التصويت يبقى سياسي. يعني ايه سياسي؟ يعني مصلحة البلد ماشية ازاي. فبمعنى ان انا دلوقتي على سبيل المثال اضرب لحضرتك مثل. اتفضل. دلوقتي في ناس مش عايزة محمد مرسي والاخوان، وفي ناس مش عايزة احمد شفيق والعودة للماضي. الحقيقة ان الحل في منتهى الوضوح، الحل حاسم. انا خلاص هو بمزاجي ده اضطرارا، انا ما اصبحش عندي غير 2 مرشحين ما لهمش ثالث، وبالتالي انا مش هعمل زي لازم رجوله وكفاءه. ما اقدرش اقول صدمه والناس مش عارفه تعمل ايه، هنفضل مش عارفين نعمل ايه لغايه امتى. لا، لازم ناخد قرار. القرار يكمن في منتهى البساطه في حل بسيط جدا، ان انا استبعد، ما دام هم 2 واضطرارين، استبعد الاشد فتكا وخطوره، اللي البلد من وراه، اشوف من الاخطر من الخطير، ما الاشد فتكا، مين اللي الدنيا الاستقرار هيتفجر لو مش استبعده، واجي على الثاني واشكل انا حراسه شعبيه عليه، حراسه شعبيه، لانه انا مش عجباني سياسته. فما فيش، انما ما اقدرش هستبعد الاثنين ازاي. ولذلك اي حد بيقول ما تروحوش، او اي حد بيقول ابطلوا اصواتكم، او اي حد بيقول الاثنين زي بعض، لا، ما فيش حاجه اسمها كده. لازم استبعد الاشد. هل معنى كلام حضرتك ده عوده الاستاذ حمدين صباحي مره اخرى لسباق الرئاسه مثلا؟ لا 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 لا، حمدين صباحي اصله حمدين صباحي، انت عارف حضرتك ان انا اختلفت معاه ومع اخواننا. اذا ما تم استبعاد الفريق احمد شفيق يعود حمدين صباحي؟ لا هو مش هيستبعد بالقانون. هو انا بتكلم عن التصويت. انا بتكلم عن تصويت الناس، انما استبعاد يعني انا الذي اخشاه انه اذا تولى احمد شفيق الحكم، تماسك الدولة نفسه مش هيبقى موجود. لانه اذا رجعنا من الاول وجديد ان مليونيات التحرير وميدان التحرير، وحتى لو قدر يخلص عليها عن طريق القتل هيبقى بنتسبب في مجازر وكوارث جديدة. يعني البلد هتبقى داخلة على انه الاستقرار اصبح موضة قديمة، اما عن طريق انه الحكومة والجيش والشرطة يدبحوا في الناس، واما انه هتستمر المليونيات، وفي الحاله دي الحكومه ما تستقرش، واي حاجه اعتصام، واي حاجه وقفه احتجاجيه. فحكايه الاستقرار ما تقوليش انه ده. هل انت شخصيا في حاله فوز الفريق احمد شفيق هتعمل مليونيات، هتنزل التحرير؟ لا، انا قضيه فرعيه. انا بالنسبه لي انا قضيه فرعيه. هو اولا الشعب المصري، انا عايز اقول لحضرتك عشان ارفع برضو من عليه اي ملام في هذه النقطه، النتيجه اللي جت دي مش الشعب المصري هو الذي تسبب في أزمة فيها، لا، أو اللي تسبب في إنه اللي يجي للإعادة محمد مرسي وأحمد شفيق ويبقى مش عارف مرين أحلاهما مر والكلام ده. لا، الشعب المصري أو النتيجة دي جات نتيجة
التشوهات اللي عملتها حكاية الاستبعادات، لأن الاستبعادات عملت تشوهات من الناحية القانونية. استبعدت فلان وفلان وفلان وفلان، مثلا 4 5 من اللي كان ما حصل استبعاد لعمر سليمان مثلا، عمر سليمان، خيرت الشاطر، أيمن نور، حازم أبو إسماعيل، كذا. واستبعادات بالفعل معظمها غير قانوني. يعني استبعد خيرت الشاطر عشان قضية أنا عارف إن حسني مبارك هو اللي أحالوا بيها ظلما وعدوانا، وأستبعد أيمن نور علشان قضية كان حكم قضائي علشان حسني مبارك بيعاقبه على إنه ترشح في الانتخابات السابقة، وأستبعد حازم أبو إسماعيل بالرغم من وجود حكم قضائي بيهين المستندات اللي بتدعي إن والدته حاصلة على جنسية أجنبية وبيقول عليها مستندات ما تنفعش. استبعادات جعلت الصندوق غير معبر، جعلت الصندوق قاصر على الناس اللي ما بعد الاستبعاد. فبالتالي الشعب المصري وهو بينتخب انتخاب بالموجودين. ولذلك حتى التصويت اللي حضرتك ذكرته اللي ذهب مثلا لواحد زي حمدين صباحي، هو في هو تصويت كلنا نعلم انه تصويت غير حقيقي في نسبة كبيرة منه، اللي هو جاء عن طريق الناخبين استبعدت غيره، فقالوا لا فلان مش هينفع، فلان مش هينفع، فأصبح هو البديل اللي ممكن الناس تعطي له أصوات بنسبة ما. وبالتالي أصبح تصويت غير حقيقي، بالرغم ان أنا شفت مثلا استبعاد الفريق أحمد شفيق دلوقتي بالقانون مسألة ما اعتقدش انها تتم، انما التصويت كحقيقة بقى ناس رايحة دلوقتي يوم 16 يونيو الجاي رايحة عشان تعطي صوت. أنا في الحقيقة لا أتصور حتى اللي عايز يرجع استقرار إيه يا أستاذ عمرو؟ عايز ترجع استقرار، يعني استقرار زي استقرار حسني مبارك في البنت العانس اللي أبوها وأمها يبقوا مش عارفين يجوزوها، هو ده استقرار البطالة إن الابن مش لاقي شغل؟ هو ده الاستقرار؟ ما احنا كنا في استقرار. هل أرجع الاستقرار مرة تانية بنفس الصورة اللي كانت استقرار سلب ونهب الأموال وتهريبها للخارج؟ ما كان موجود، وكان الفريق أحمد شفيق في مجلس الوزراء بيحضر على ترابيزة مجلس الوزراء كل أسبوع وشايف قدامه إن في سلب ونهب واعتقال وتزوير انتخابات وضرب واعتقالات وساكت، يفضل ساكت وكل أسبوع بيحضر مجلس وزراء، وبعدين يجي يقول لي خلينا أنا رئيس الناس اللي كنت ساكت على سلبهم ونهبهم واضطهادهم دول. ده احنا هنبقى أضحوكة الحقيقة العالم، يعني العالم نفسه دلوقتي هنبقى أمة ضحكت من جهلها الأمم وزي ما يقولوا. طيب حقيقة ميول وتصويت الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لصالح الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، ماذا صحة هذه المعلومة؟ الانتخابات اللي فاتت غير الانتخابات اللي جاية. الانتخابات الجولة الأولى أنا اتخذت فيها موقف قوي جدا، وكل اللي أنا عملته إن أنا لم أعلن هذا الموقف القوي إعلان إعلامي يسجل، يعني ما تعرفش صحيفة تنشر ولا تلفزيون يقولوا. انما انا بس كان في استنتاجات، يعني في استنتاجات وسبتها استنتاجات عشان الحقيقة في الاخر استنتاجات. لا الحقيقة مش هقولها. خلاص بقى احنا خلاص عدينا الجولة الاولى. انما انا شوف انا عارف ان في مرشحين من المرشحين لم يوفقوا، قالوا احنا مش هنوجه الناس وكده. لا انا مش كده، انا شخص تفاعلي، يعني بيني وبين من قد يسمى انصاري او مؤيديه لا انا ايجابي، يعني انا لا اترك، مش هسيب الناس، لا يمكن. انا ارى المصلحه باعصابي، بشعيرات دمويه في جسدي. نعم. فانا تفاعلي، يعني اتكلم مع الناس واقول لهم وبقوه، ومش مستعد امثل ابدا الدور البارد في مثل هذا ابدا. لا انا ومش معنى كده ان هم اللي قالوا كده، عشان برضو طبعا اول حاجه تيجي ان اللي قال كده بيمثل الدور البارد. لا دي كل انسان عنده طاقه، انا طاقتي لا تحتمل الا ان اخلص النصح لقومي للناس. فانا خدت موقف قوي جدا. الانتخابات القادمه هعمل نفس الحكايه، واخد موقف قوي، وموقف قوي مش معناه رضاء عن طرف من الطرفين ابدا، انما انا في واقع الامر النهارده لما اجي الاقي وسائل الاعلام العالميه بتتريق على المصريين، يقول لهم امال كنتوا فين بقى؟ والله العظيم يا استاذ ده احنا بقينا، انت عارف حضرتك انا قرات مقال في احدى الصحف الاوروبيه الشهيره
كأنه بيقول ها ايه البلاد دي؟ ايه ده؟ اليمن ثارت على النظام وجابت نائب الرئيس يبقى الرئيس. مصر ثارت على النظام وجايبه رئيس وزراء اللي ثارت عليه وعملت مليونير عشان يتشال عشان يبقى رئيس. ايه ده؟ واسرائيل وسائل اعلامها بتقول اسدال الستار على ثورات الربيع العربي. بقينا مسخة في العالم. بقينا هقابل الشهداء اقول لهم ايه؟ الشهداء اللي قتلوا دول اما اقابل شهيد اقول له 1000 دم سفك. ازاي اجيب حد من افرض طلع بريء، يا رب يطلع بريء، بس لغايه ما يطلع بريء ما اقدرش اخد حد. انا لا يمكن اخد حد من هذا النظام اللي كان موجود واعيده مره اخرى. اليمن احنا كنت بقابل واحد يمني يقول له ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ده شيء. بتوع سوريا السوريين النهارده بيقولوا حرام عليكم، ما يبقى احنا بنضيع دمنا هدر بقى اذا كان هنشيل بشار الاسد ونجيب بشار الاسد. اذا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل صوته لمين في الانتخابات الرئاسيه القادمه؟ يعني هل تعتقد انه يكون للفريق احمد شفيق مثلا؟ ما انا يعني انا مش متصور الحقيقه انه لكن انا بس عايز اخرج من انا عايز اجيب على السؤال ده الاول قبل ما نخرج. انا عايز اخرج من المزنق ده. انا كنت لسه لا ما ده مش مزنق، يعني حضرتك هتجاوب ان شاء الله باذن الله. انما انا عايز اقول انا لا شك انني اختلفت مع الممارسه السياسيه ولا زلت التي يقوم بها اخواني الفضلاء في حزب الحرية والعدالة في الفترة السابقة، ولا زلت وعندي مخاوف طبعا، ولا شك ان انا مش سعيد بما اتوقعه مما يمكن ان يكون موجود. لكن في فرق كبير بين ان انا اتكلم عن حد عن جرائم وبين عن مخالفات. فرق سما من الارض. مش ممكن اسوي بين ده وده. ده انا كل اللي انا كنت بعيبه على الاخوان او حزب الحرية والعدالة كان بسبب ضغوط المجرمين عليهم. اقوم انا انتخب حد من نفس النظام الاجرامي. طب اذا كان كل اللي عليهم دول ان هم كانوا بيتعاملوا مع الناس دول وبيتعاملوا معاهم غصب عنهم نتيجة الضغوط، اقوم انا اروح للمجرم الذي يمارس الضغوط، مش المرشح نفسه يعني، لكن النظام الاجرامي بكل الاطقم بتاعته وباختياري انا. على فكرة ساعتها نبقى شعب يستاهل اللي يجراله، اللي هيجراله بكرة هيبقى محدش يبقى يرفع راسه لو قاعد قلقان على ابنه وهو راجع من بره. لو رجعت الكرابيج لأقسام الشرطة ولأوض المباحث مرة تانية، اللي تقطع شاب ماشي في الشارع لأنه تجرأ وقال حاجة، ولا أب قلقان على ابنه إنه يرجع من بره عشان في كمين الشرطة قال كلمة للباشا في الكمين للضابط فمسكه ضربه قلمين ووداه القسم. محدش يعني فعلا هيبقى شعب يستاهل إذا أعدنا على النظام السابق. وعلى فكرة هدف كفاية قوي، هدف انه يتغير النظام. بس عارف حضرتك لو اتغير النظام القديم وجاء النظام الجديد، اي نظام جديد ده في حد ذاته احسن من لما تجيب نظام بحديده وناره. النظام السابق بحديده وناره اللي معروف وتشعباته اللي موجودة والاعلام. احنا اذا الشيخ حازم هيصوت لمين في الانتخابات الرئاسيه القادمه؟ انا عايز اسمعها بقى عشان اخدها. مع فتوح يمكن ولا حاجه. لا انت خفت المره اللي فاتت اقول صوتك القادم لمين يا شيخ حازم؟ والله هنتخب الدكتور محمد مرسي. دكتور محمد مرسي. هل تأييدك للدكتور محمد مرسي هيكون بالدعايه الكلاميه فقط ام انت سوف تكون مشاركا بدعايه بشكل اكبر؟ انا واحد من الناس، يعني انا واحد من الناس وليس اكثر ولا اقل، وهذا إخلاصا لهذه وعلى فكرة مش، وإن كان ده يشرفني أن يكون تصويتي علشان الإسلامية، لكن التصويت ده مش علشان الإسلامية. التصويت ده لأنني لا أريد أن يعود الجهاز الظالم بأكمله برجال أعماله وشرطته وجيشه وبالأجهزة اللي موجودة فيه، يعني بالحزب الوطني. لا أريد أن يعود النظام بأركانه مرة أخرى ليبدأ عهد الانتقام. مش ممكن واحد ضرب بالأحذية إلا أن يبدأ انتقاما من الناس، مستحيل. هنبدأ عهد غير طبيعي، غير طبيعي. وأنا يكفيني والله، لا أستطيع أني أجاوز هذا، أني لا يكفيني أن لو رجع هذا النظام مرة أخرى بالشكل ده
كفاية التليفون اللي بيرن جنب زوجة الرئيس الدولة من علاقات ونسب ومصاهرة يكفيني. اللي العلاقات الخاصة به لا يمكن يعود نفس النظام مرة أخرى أبدا مطلقا، يعني وإلا نبقى الحقيقة لا نستأهل الحياة. هل تأييد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل للأستاذ الدكتور محمد مرسي يعود إلى أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إخواني الأصل، ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في البداية؟ أنا أجبت حضرتك إنه أنا لا أصوت إلا عن طريق استبعادي للمنافس. هنا في الانتخابات دي أنا أستبعد تصويت لأحمد شفيق. وأنا زي ما قلت لحضرتك اللي متردد اللي بيقول إن جماعة الإخوان لها نار وأحمد شفيق له نار، أنا في اعتقادي الحل حاسم. الأشد شوف يا أستاذ عمرو، أنا هقول لحضرتك المقياس. اتفضل. عارف إيه المقياس عندي؟ المقياس إن بعد 4 سنين من دلوقتي، بعد 4 سنين من دلوقتي أنا في تقديري لو أحمد شفيق مسك الحكم مش هيبقى فيه انتخابات نزيهة تاني، لأنه هيمسك الحكم ومعاه الجيش معاه والشرطة أمن الدولة القديم معاه وكل القوى موجودة معاه. انسى بقى حكاية تداول سلطة بعد كده، هتبقى الانتخابات صورية زي ما كانت أثناء فترة حسني مبارك. إنما لو الدكتور محمد مرسي مسك الحكم، وأنا يشهد الله ده مش تأييدا للدكتور محمد مرسي، أنا بتكلم عن تقرير واقع. لو محمد مرسي مسك الحكم بعد 4 سنين ما عندوش حد يتسند عليه، لو الجيش خبط فيه أو الشرطة خبطت فيه أو أمن الدولة خبط فيه أو غيره، ما عندوش حاجة يتسند عليها إلا الناس، إنه يبقى شعبيا ماشي. فبالتالي لازم الانتخابات هتمشي سليمة. أنا لا أريد أنه يرجع أحمد شفيق ومعه أمن الدولة والحزب الوطني وتيجي الانتخابات بتاعت 2016 تبقى غير نزيهة مرة أخرى. ده هو السبب الرئيسي أن أنا مش مستعد للإزاحة، أن تنتهي فكرة الانتخابات الحرة مرة يعني بالكامل. كنت عايز أخذ إجابة على سؤال، هل الشيخ حازم أبو إسماعيل إخواني في البداية؟ أنا أجبت على السؤال ده الحقيقة كتير، بس يبدو أن الإجابات دائما غير واضحة. أنا عايز أقولها بطريقة واضحة أوي أوي أوي، مش عارف يعني. أنا الآن مختلف مع نعم أو لا، يعني عشان نبقى نحسمها. ما هو يعني لا، بس أصل لا مش كفاية. ليه؟ لأنه فعلا في رابطة عمر مستمرة من التعاون، فالناس مش فاهمة الحكاية. إنما حاليا بمنتهى الوضوح أنا لا أشعر باتفاق مع أسلوب الإدارة السياسية التي يدير بها الإخوان المسلمين. ما هي الأخطاء التي وقع فيها الإخوان المسلمين وقللت أو خفضت من شعبيتهم في الشارع المصري؟ شوف حضرتك، الإخوان المسلمين مش هينفع في المرحلة القادمة ان احنا نترك لهم الحبل على الغارب الا بممارسة الرقابة الشعبية، بل والضغط الشعبي. الضغط الشعبي القوي الشديد. ليه؟ عشان يبقى معادل، لان هم هيتعرضوا لضغوط شديدة جدا من الداخل ومن الخارج، هيتعرضوا لضغوط شديدة جدا من السلطة العسكرية، سيتعرضون لضغوط شديدة جدا من القوى العالمية أمريكا وإسرائيل ومن وراها، سيتعرضوا لقوى شديدة جدا من الفصائل السياسية، هيتعرضوا لأشياء كثيرة. ما لم يوجد المعادل الشعبي للضغط ده، يبقى في ضغط شعبي آخر، لا هيبقى فيه خطر. ولذلك أنا بقول إنه برغم هذا إنما هم الأقل من الفريق شفيق. أنا كل اللي خايف على الإخوان منه إنهم يخضعوا للتفاهم مع الفصيل بتاع الفريق شفيق اللي هو زي السلطة الموجودة. أنا بس خايف عليهم الضغوط اللي تمارس عليهم تخليهم ضعاف من الفريق ده، أو ما أروح أنتخب الفصيل ده. إذا كان كل اللي أنا خايف عليهم منه انهم يتعاملوا مع دول تعامل يضعفهم، اروح منتخب دول مباشرة. اسمح لي شيخ حازم، المجلس العسكري وكان له موقفا واضحا تماما منذ بداية الانتخابات الرئاسية عندما قال انه يقف على مسافات متساوية بين جميع المرشحين. في انتخابات الإعادة هل تعتقد او ترى ان هذا الموقف سوف يستمر ايضا في الانتخابات الرئاسية؟ سوف يقف المجلس العسكري على مسافات متساوية بين 2 من المرشحين، الأول ينتمي لجماعة دينية والثاني له خلفية عسكرية؟
والله المجلس العسكري مش مطروح الآن في كلامي عن مرحلة الانتخابات الرئاسية، لأنه مش هيبقى بيمارس ممارسة مباشرة. لكن في جهاز مثلا في مصر كان اسمه جهاز الشائعات. الجهاز ده موجود في كل مكان، اللي هو جهاز في داخل المخابرات المصرية مثلا، داخل المخابرات الأمريكية، داخل أجهزة المخابرات. شغلته إن هو ينزل في شرايين المجتمع يقول شائعة مثلا بسيطة، إنه مثلا انتخبوا مثلا يعني أحمد شفيق عشان الاستقرار، فينزل الكلام ده يشيع، وبعدين تلم المردود تلاقي المردود متوفر، خلاص كل الناس بقى عندها المعنى ده. إذا أنا وجدت إنه الجهاز نشر الشائعات بيمشي في الشوارع ويركب الميكروباصات ويركب الأتوبيسات هم نفس الأدوات، وتلاقي الإعلام اللي كلنا عارفين، ما عدا طبعا ما عدا هنا، إنما يعني الإعلام اللي كلنا عارفين إنه هو إعلام منحرف، شوفوا رايح فين وامشي عكسه اساسا. انت عارف ما دام كله ماشي كده يبقى يعرف ان الخطر في كده، يبقى اكيد. فاللي انا خايف منه هو مش ان المجلس العسكري بمعنى المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو هياخد قرارات كذا، انما انا خايف من التفعيل اللي هو مساله بث الشائعات. هل تعتقد ان المخابرات المصريه تلعب دورا في الانتخابات الرئاسيه القادمه؟ لا يعني انا مش عايز اقول كده في اطار يعني امال الشائعات تبع جهاز الشائعات تبع لمين؟ ما انا عايز اقول كده بقى، اللي هو انا مش عايز اقول هذا مسندا الى الجهاز المخابرات المصريه الحقيقه، مش عايز اقول يعني كوني اعتقد او لا اعتقد دي خليها لوحدها، انما انا مش عايز اقول. انما اللي انا عايز اقوله انه هذا الكلام يمارس كده، يمارس عن طريق انه عندنا 3 ايام عايزين نشيع فيهم الجمله الفلانيه، فتنزل الجمله دي، وبعدين يعني مثلا على سبيل المثال الحاجه الغريبه جدا انه يتقال ان احمد شفيق مثلا رجل دوله ومحمد مرسي مش رجل دوله، وتدي يومين عشان، مع ان العكس، احمد شفيق عمره ما كان رجل دوله ولا 5 دقايق. رجل دوله ايه ده؟ هو فضل في الجيش وبعدين راح وزير الطيران المدني، لا يعرف صحة ولا تموين ولا زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا يعرف تعليم ولا ما يعرفش حاجة خالص من ده كله. بينما مثلا محمد مرسي، وانا الحقيقة لا اقول هذا تأييدا لمحمد مرسي، انما كان رئيس كتلة برلمانية لعدة سنوات يناقش السياسات والموازنات والصحة والزراعة والصناعة والتجارة. فلما تيجي عايز تقيس رجل دولة مين تلاقي، انما لما المعلومة تشيع بس كده كعنوان خلاص بتستقر في اذهان العام. ساعات تركب تاكسي او واحد بياع خضار يقول لك انا عايز استقرار، انا عايز اروح اخر النهار الاقي سولار في محطة البنزين. فكروني بحاجة كانت بتتعمل في الافلام القديمة لطيفة جدا، انه شاب عايز البنت دي تاخد بالها منه وتحبه وتتبسط منه، فيتفق مع واحد تاني يعاكسها ويضايقها، يقوم هو يطلع من ورا الشجر يروح ضارب الراجل يبقى انقذ. حكاية صنع أزمة السولر وأزمة الغاز وأزمة البنزين وأزمة الأمن وأزمة، عشان يجي من ورا الشجر في 24 ساعة يجيب الأمن وفي 24 ساعة يعمل كذا. لا احنا مش هنفضل شعب أهبل طول عمرنا. إذا أنت تشعر أن كل ذلك يحدث لصالح الفريق أحمد شفيق؟ أنا أشعر أنها أزمات تصنع لأسباب كثيرة، وانه كل ما تعمل ازمه تقوم تدي بطوله للي ممكن هو يحلها، بينما دي ازمات غير حقيقيه ويمكن بسهوله ان هي توجد. احنا لغايه دلوقتي ما لقيناش عربيه واقفه مش لاقيه سولار، العربيات بتلاقي سولار وبتمشي، انما بس يتاخر بحيث انك تحس ان في ازمه. انما طب ما هو بيجي هو بتمشي مفيش عربيه وقفت، العربيات ماشيه. فهي فكره كده الولد اللي اتفق مع زميله انه يعاكس البنت بحيث انه يلاقي فرصة، اعمل الازمة وبعدين حلها وتمشي الحكاية. ولذلك يا استاذي لو انا بعتقد لو حد من النظام القديم تولى الحكم هيبقى عهد صناعة الازمات، هو اللي هيبتدي يصنع، هيبقى طول ال4 سنين بقى بيصنع ازمة عشان يحلها وازمة تانية عشان يحلها. هنخش شعب هيتشارى. احنا دلوقتي شعب بيتشارى على بعضه. وانا زي ما بقول لحضرتك معنى انه اسرائيل وامريكا تستعد للاحتفال بانتهاء ثورة الشعب المصري،
ده الحقيقة عار على كرامة أي شخص موجود في الشارع. حركة حازمون أعلنت حملة ضد الفريق أحمد شفيق، هل لديك أي معلومات هيتحركوا إزاي ضده؟ لا الحقيقة لا أعلم خالص يعني، بس أنا يعني أتوقع أنه يتحركوا انتخابيا. هيتحركوا إزاي يعني؟ ما فيش غير انتخابيا يعني. طب لو الصناديق جابت الفريق أحمد شفيق، صندوق الانتخاب، المنهج الديمقراطي أو اللعبة الديمقراطية اللي احنا بنلعبها كلنا ووافقنا على قواعدها بالكامل، جابت الفريق أحمد شفيق في النهاية، ما هو موقف الشيخ حازم؟ ما هو موقف حازمون؟ ما هو ردك لمن يقولون يجب أن ننزل إلى التحرير في حالة فوز الفريق أحمد شفيق؟ طيب المبدأ غير الواقع. المبدأ ان اي حد يقول اللي الصندوق يحكم بيه لازم يمشي. تمام. وده فعلا هو المبدأ الديمقراطي وخلاص ده اختيار الناس. انما اذا الصندوق كان لا يعبر عن واقع الاختيار الشعبي، يبقى الصندوق ساعتها مش صادق. انا اللي الحقيقة اشعره الان انه سواء بالقرارات المخالفة للقانون اصبح الصندوق غير معبر عن الواقع، وعن طريق الناس اللي بيدفع لهم. يعني انا مش عارف 60 مليار جنيه اللي ومكتوبه، طب ينقلوها في وسائل الاعلام المصريه يعني الجرايد ولا غيره، اللي هتبقى مبذوله يعني للدفع لمبالغ ضخمه عن طريق انه الحزب الوطني اللي بيجتمعوا الان قياداته وغيره وغيره. اصبح الموضوع وحكايه ان في بطاقات. انت فاكر حضرتك ان الوقائع اللي بتكتشف الان دي، اللي هي مش عارف فلان صوت ببطاقة مدنية وهو عسكري، او فلان صوت مرتين، او فلان راح ينتخب فلقى ممضيله، او فلان راح فمضوه على كشفين، كشف اللجنة دي وكشف الله اعلم بتاعت لجنة تانية فين، وكشف. الحاجات اللي بتكتشف دي معناها انها حالة فردية، ولا دي حالة فردية اكتشفت من حالات؟ بس يمكن هذا الكلام اسمح لي شيخ حازم غير مؤكد او غير مثبت قانونا حتى الان. ولذلك اللي عندي انا اللي هو الحالات المؤكدة عندي موجودة، يعني في حالات مؤكدة بس مش بالالاف. دي اللي اكتشفت هي مؤكدة واصبحت موثقة وموجودة، حتى بعضها متصور، بعضها ببطاقات بارقام بكذا موجود. يعني انا شخصيا في حد من قريتنا ممن اشتركوا في مثل هذا، واصبحت عندي واقعة مبلورة محددة بالاسم وكذا وكذا، بطاقة مصورة وكذا. ففي حاجات. فالحقيقة انا اذا ما وجد، بس اظن المجندين من حقهم يصوتوا، هم بيخشوا بيطلعوا تاني بالجيش بعد كده. نرجع لنص القانون. نرجع لنص القانون. فهي على كل حال انا بعتقد انه لا يمكن يحصل، مش انا الحقيقة، لكن بعتقد انه في النهاية هيحصل ازمة. انما هل تنتهي الى قبول النتيجة او لا ادري. بس انا اخشى ان تودع مصر حالة الاستقرار لمدة 4 سنوات نتيجة الصراع بين ميدان التحرير او الثوريين او وبين جهات الحكم اللي هتبقى موجوده. ده اللي انا اخشى منه. انما مش انا، يعني انا ماليش دعوه. لو انت كنت في سباق الانتخابات تفتكر كنت هتجيب اصوات قد ايه في المرحله الاولى؟ كنت اكتسح الانتخابات يا فندم. كنت هتجيب قد ايه؟ تجيب اكتر من الدكتور محمد مرسي هو الاول يعني؟ انا يعني بكرر لحضرتك والاخواني جميعا يكونوا عارفين، انا كلامي الذي قلته لا يعني ان انا على على اتفاق سياسي مع منهج اللي ممكن يكون ماشي بيه الدكتور محمد مرسي. بالعكس، انا فعلا اشعر بحزن عميق لاشياء كثيره، وانا زي ناس كتير جدا غير سعداء بالمنهج الذي مارسته الاداره السياسيه لهم في الفتره اللي فاتت. ده توقعاتك كنت هتاخد كام صوت؟ انا عايز اعرف. لو دخلت الانتخابات، والله يا استاذ عمرو مش عايز اجاوز يعني، بس احنا كنا متصورين حاجه كبيره قوي. كنا متصورين يعني كانت المساله واصله لدرجه الحقيقه يعني متصورين ان الرئيس القادم هيفضل لنا دين عنده، انه احنا كويس ان استبعدنا يعني. هل تشعر ان السلفيين ما زالوا يعني محيطين بالشيخ حازم، لم يفقدوا ثقتهم به، مؤيدين له كما كانوا من قبل، ام ان الامور قد اهتزت في الفتره القليله الماضيه؟ اللي اسفرت الاحداث عن ان هم مؤيدين الحمد لله رب العالمين كانوا لانتخابي، كانوا الحقيقه فئات متعدده.
كان في منهم طبعا لا شك يعني أكثر ما يشرفني كان أنه الفصيل الإسلامي لا شك، لكن أيضا كان في اتجاهات كثيرة جدا من عوام الناس، لدرجة أن كان الحاجة المذهلة لي أنا شخصيا في بداية أول ما بدأت أكتشف المعنى ده، أن يجيبوا واحد يقولوا له طيب لو حازم أبو إسماعيل مش في خرج من الانتخابات هتنتخب مين؟ فتفاجأ واحد مثلا يقول لك عمر سليمان، واحد تاني يقول عمرو موسى، واحد تالت يقول عبد المنعم مفتوح، واحد رابع يجيب وهكذا، لدرجة ان انا فوجئت بانه الاهرام في استفتاء الاهرام المشهور ده قالوا انه المفضل نمرة 2 عند الناخب، يعني الناخب اللي هينتخب حازم ابو اسماعيل، الاختيار الثاني اللي عنده مباشرة مختلف ومدي عمرو موسى. هل صحيح انك انت طلبت من معاونيك او من مؤيديك ان يصوتوا لصالحك حتى في الانتخابات الرئاسيه الماضيه رغم انك لم تدرك في هذه الانتخابات؟ لا دي اللخبطات لا طبعا ما حصلش كده. انا كنت واضح انه لابد من التصويت وعدم ابطال الاصوات، ولا بد من الذهاب وعدم التخلف، ولا بد من التصويت الحقيقي. واحنا احنا للدرجه دي طفوله؟ ده احنا بننقذ البلد هتضيع، ده احنا هنبقى أضحوكة الأمم. وصدقني حضرتك اتفرج على التاريخ بعد كده هيكتب ايه على المصريين، اذا المصريين عملوا كل ده سنة ونص وبعدين في الاخر شالوا البلد هيلا بيلا ورجعوها للي كان. كنا حاليا في أزمة بين حضرتك وبين التيار السلفي. ما انا كنت بكلم لحضرتك، فالسلفيين المادة النسيج بتاعهم جميعا لا بالعكس احنا شيء واحد، يعني ما فيش يعني، وبالعكس حجم التأييد او التفاعل او شيء ده، ويمكن يكونوا هم هيبقوا هم مع غيرهم من الصادقين المخلصين اللي عندهم حرقة، هيبقوا مادة الحركة السياسية اللي احنا ناويين نعملها. انما كرموز وقيادات مثلا 4 5 كده من الرموز الكبيرة في الحقيقة لا، أنا بعتبرهم برضو كانوا سبب من أسباب اللي حاصل في مصر دلوقتي، لأن هم برضو مختلف معاهم من حيث طريقتهم في إدارة مواقفهم السياسية، وبعتقد أنها المبرر اللي ممكن يكون هيوصل مرة تانية حد زي أحمد شفيق أو زي. هل في خلاف بين حضرتك وبين الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الحركة السلفية؟ ما فيش خلاف، ما فيش موضوع، ما فيش يعني خلاف، إنما منهجه لا يمكن أرتضيه مطلقا أبدا. إنما على المستوى الشخصي في مودة غير عادية، يعني لو احنا قاعدين مع بعض جميل جدا. نعم. فإنما ما فيش أي خلاف، يعني لا يشوف حضرتك في أسماء من أشد الناس اللي وقفوا من الموقف العكسي، ما فيش أي خلاف صغير أو كبير مطلقا. لكن أنا في نفس الوقت زي ما قلت ان انا مختلف مع الاداره السياسيه للاخوان في الفتره اللي فاتت والحاليه، انا اشعر ان الناس دول عملوا يعني منهج الحقيقه. يعني انا بعتقد انه ربنا يلطف، اسال الله عز وجل انه ينجينا قبل ما ترد المسائل مره ثانيه خالص. انما مش ده بس، يعني الدكتور محمد عبد المقصود والشيخ ياسر برهامي والشيخ كذا حد، حتى الدكتور صفوت حجازي، حتى دول ما فيش خلاف حصل، لكن قطعا احنا اتجاهين مختلفين تماما في ممارسة وإلا اديك شايف. في صفحة اسمها حازمات، شفتها حضرتك؟ والله حازمون وحازمات دول ناس محترمين. قدامنا ايه على النت صفحة حازمات؟ ما شاء الله ما شاء الله. انا يعني يمكن انا بشكر بنتهز الجناح النسائي الحركة عشان ما يبقاش مجتمع ذكوري. كان في واحد مرة ماشي في الشارع فلقى مجموعة من الفتيات العاديات جدا وعاملين يعني مسيرة تأييد، فهو ما صدقش، افتكر ان الموضوع ضحكة لعبة ووقف يعني، سألهم ولقوا هو الحقيقة الحركات دي ربنا يبارك فيهم، يعني مشكورين في حسن ظن. أنا ربما ليست لي علاقة مباشرة بأي حركة منها، لكن بيصلني ما يفعلونه، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن الظن يا رب. كيف ترى كمحامي المطالبات التي يطالب بها البعض بعودة الأستاذ حمدين صباحي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، وما هو الفرق بين مظاهرات أنصار حمدين صباحي ومظاهرات حركة حازمون بعد خروجه من سباق الترشح للرئاسة؟ هو طبعا الأستاذ حمدين صباحي علشان هو ما يعني خروجه مش إنه هو مثلا في ظلم
لكن هو أنصاره عندهم حزن على أنه لم يوفق في الانتخابات. إنما الاستبعاد هم بيقولوا كان لازم يطبق قانون العدل السياسي على الفريق أحمد شفيق، عشان كده هم زعلانين. ده صحيح، بس كان المفروض ده يتقال ساعتها، واحنا قلنا الكلام ده. أنا عشان كده حضرتك البوست اللي حضرتك جبته من شوية اللي هو إنه اللي هيسكت على ظلم اليوم ما يزعلش لو جاء ظلم تاني بكره. الظلم غدا. فلا شك انه ده صحيح، لكن وانا حزين على هذا، انا كمان نفس الموضوع. انما هو يعني لا شك انه هو شيء يعني انا لو بالنسبه لي اقول لا، خروج خيرت الشاطر مستبعدا ظلم، استبعاد ايمن نور ظلم، استبعاد حازم ابو اسماعيل ظلم، عمر سليمان إهدار حكم القانون، استبعاد عمر سليمان. ما هو أصل عمر سليمان كان هيطبق عليه قانون العزل، فما ينفعش أقول استبعاد. إنما شوف بقى، أنا هقول لحضرتك إيه، استبعاد عمر سليمان بحجة نقص التوكيلات ظلم، إنما هو يجب أن يستبعد. ده بقى عدل أكبر علشان العزل السياسي. عشان العزل السياسي. وأقول لك حاجة أكتر عشان حتى اللي بيسمعنا يبقى عارف إن أنا مش بقول هذا الكلام عن هوى سياسي. السبب في هذا هو مجلس الشعب. يعني نواب مجلس الشعب هم الذين أخروا حسم هذه القواعد لحد ما عملت مصيبة. قانون العزل ده كان المفروض يبقى من بدري. هل تؤيد فكرة حل مجلس الشعب عقب الانتخابات الرئاسية؟ لا، حل مجلس الشعب هنخش في مصيبة. زي النهاردة الوثائق اللي بتطلع وثيقة العهد والكلام ده عبارة عن بلطجة سياسية. ده تقرأ حضرتك بعض الوثائق تلاقيه عايز يشترط على رئيس الجمهورية وعلى مجلس الشعب وعلى هيئة التأسيسية وعلى، يا نهار أبيض، عايز تحل نفسك محل سلطات الدولة الدستورية كلها. يعني يقعد مثلا 10 15 20 ناشط سياسي يقول يحل نفسه محل سلطات الدولة. أنا لو مكانهم كنت أطلع قدام التلفزيون أمسك الوثيقة دي وأمزقها. واحد يقول لي أأيدك على شرط. إيه هو الشرط؟ يقول لي أن تشكل الوزارة بالطريقة الفلانية من عدد فلاني كذا وتترك الوزارات الفلانية وتحط الفلانية. لا، أنا أكرم لي ما بقاش رئيس جمهورية، لأن رئيس جمهورية لابد أن يكون معه سلطاته. إنما تجيب عبد أسود كأن رأسه زبيبة ولا عبد مملوك تحطه رئيس للدولة. لا، أنا عايز رئيس دولة حر، مش رئيس دولة عبد. أنا عندي فرنسا، أولاند ده بأول ما مسك الحكم قال سنسعى إلى إن احنا نسيطر على البرلمان. صحيح. ليه؟ لأنه ده المنهج، دي المدرسة السياسية. ده شيء مشروع. ده هو، إنما ارجع للشعب. إنما أنا بقى كنت زمان اقترحت الاقتراح ده. زمان أول الثورة ما قامت قلت ننتخب هيئات دستورية لمدة 2 سنين بس. رئيس وبرلمان لمدة 2 سنين فقط، وتبقى وطرحت هذا الكلام. وساعتها ده كان حل ممتاز، كان حل ممتاز ولا شك، لأنه أولا كان يخلص الفترة الانتقالية في 4 شهور طبقا للتصور اللي أنا كنت قايله فقط. والحاجة الثانية إن اللي هيمسكوها ما يبقوش هم اللي جاهزين من قبل كده زي الإخوان إلا لفترة بسيطة وخلاص. إنما النهاردة لو حصل، ومع ذلك تعرف حضرتك لو جرت النهاردة انتخابات لاختيار الجمعية التأسيسية، ولذلك حتى الناشطين رافضين الكلام ده. لو جرت انتخابات النهاردة، تعرف حضرتك ده خبر جديد أقوله لك لينفرد به هذا البرنامج. لو أجريت اليوم انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية، انتخاب مباشر من الشعب، أنا شخصيا هنزل قائمة لمرشحيني أنا شخصيا. لو الجمعية دي 100 واحد هنزل قائمة ب100 واحد علشان نخرج من، وهيبقى حاسمة للناس اللي عايزين يمارسوا نوع من الأسر على سلطات الدولة. لا، لازم نعرف ان الشعب ده هو الذي يختار، هو اللي يختار من يمثله. وانت لما يكون لك انتقادات على فصيل زي الإخوان ولا زي السلفيين، أنا معاك في انتقاداتك، بس قولها للشعب، قولها للناس، خلي الناس تنتخب صح. قول لهم اوعى تنتخب ده وانتخب ده. ولو حصل النهاردة انتخابات أنا سأنزل بقائمة كاملة بمن أرشحهم، حتى ولو كفرد مش كحزب، لأني أرى أنه الذين صنعوا الثورة هم الذين ضيعوها،
وأنا بقولها صراحة أهو، الذين صنعوا هذه الثورة هم الذين ضيعوها، إما بضحالة سياسية وإما لتنافس بينهم وغيرة بينهم وبين بعض، وكل حد مش عايز التاني يطلع على بيه. وأنا أشهد أهو، أشهد شهادة واضحة إنه حجم الإخلاص في السنة وشوية اللي فاتوا دول في الممارسات السياسية اللي شفتها كان ضعيفا للغاية، وكانت المصلحة هي التي تسيطر للغاية، ومن ضمنها الفصائل السياسية العامة والفصائل الثورية واللي شفته. وبعض الناس اتفقوا معنا اتفاقات علشان صلابة الموقف، وهم كانوا أول من تركها بعد ذلك علشان المصلحة السياسية. وفي بعض الأحداث اللي حصلت في ميدان التحرير، في بعض الأسماء اللامعة أسرعت بسرعة إلى ميدان التحرير عشان تلحق تحط لنفسها وضع وقدم، بينما المشكلة كانت وجود دماء تراق. حجم الإخلاص ضعيف وقليل، ولذلك أنا أقول بمنتهى الوضوح لا يمكن أن ينتخب حد من النظام السابق، لا الفريق أحمد شفيق ولا غيره، لأن مش هنرجع أطقم القديمة أبدا نحط أعناق الناس تحت أحذية هؤلاء. ولا يمكن الفصائل السياسية دي لو دخلت الانتخابات، لا يمكن أسمح لنفسي أني أبطل أقول عليهم أن هم كانوا سبب في ضياع الثورة. لا يمكن أنسى أن التاريخ المصري كل الثورات اللي فيه كانت تقوم وبعدين يلفوا عليها يرجعوها. ثورة 23 يوليو بعدها رجعنا للقهر. حتى ثورة سعد زغلول سنة 19 رجعنا للقهر بعدها. ثورة عمر مكرم رجعنا بعدها للقهر. كل الثورات، ثورة 25 يناير خلاص مش فاضل غير السهم الأخير ونرجع بعدها للقهر. وأنا بزعم أن أنا شخص من الأشخاص الفصيل الوحيد يمكن ولا اللي حاولوا ده بكل سبيل ألا تعود مرة أخرى للقهر مصر. بينما الفصائل الثورية والجماعات والأحزاب، حزب الوفد يؤيد السيد عمرو موسى وهو من رموز النظام القديم، ويرشح على قوائمه في مجلس الشعب فلول الحزب الوطني. ملأت حزب الوفد، حزب التجمع اللي هو الفصيل الحالي مش كله، الفصيل الحالي يمثل جزء من نظام حسني مبارك، كان مؤيدا دائما بلا انقطاع لحسني مبارك، والآن هو اللي بيقول رجعوا أحمد شفيق مرة تانية. لازم ينكشف الخريطة السياسية ويعرف الناس ما لم يكن الإخلاص هو العملة هنرجع ما فيش فايدة في البلاد. لكن أنت لا ترى أنك بذلك ضد جميع أو أغلب التيارات السياسية المدنية، وأنك تنحاز فقط إلى التيار الإسلامي يا شيخ حازم؟ يا أستاذ، ده إذا كنت أنا انتقدت التيار الإسلامي دلوقتي بأشد مما انتقدت به الفصائل السياسية 100 مرة. أنا لا أنتقد، أنا أنتقد. شوف، إذا استبعدنا مبدأ الإسلامية، لأنه ده مبدأ الإسلامية ده كياني طبعا، فأنا انتقادي للإدارة السياسية اللي عملوها الإخوان والسلفيين الانتقاد ده لا يقل حدة. لا يقل حدة. وأنا بعتبر أن مجلس الشعب قصر تقصير شديد وتأخر بشدة في أشياء كان ممكن يعملها وينقذ بيها البلد، زي قانون السلطة القضائية. إزاي تجري انتخابات تحت ظل السلطة الحالية قضائية أو تطهير أمن الدولة أو غيره؟ فأنا لا، انتقادي لكل أنا يا رب أنا عادل، أنا ومنصف هؤلاء جميعا، إنما علشان هم قصروا بقى النهاردة ما انتخبهمش. يعني هو قصر في حصار الظالم، أقوم النهاردة ما انتخبوش وانتخب الظالم؟ إيه المصيبة دي؟ في حد في الدنيا يقول كده؟ إلى أي مدى يتحمل الشيخ حازم أبو إسماعيل أو أنصاره مسؤولية ما جرى في أحداث العباسية؟ أحداث العباسية يتحملها المشير حسين طنطاوي وفريق سامي عنان. أحداث العباسية فيها 100,000 مثلا تقديريا كانوا موجودين في ميدان العباسية، وفي دقائق محدودة يضربوهم بمية النار وبالغازات المسيلة وبالسنج والمطار ويوقعوا منهم كل هؤلاء القتلى، وعلى بعد 2 كيلو 2 كيلو ونص من مبنى وزارة الدفاع. تزعم انه كان في اقتحام لوزارة الدفاع وما فيش حد اصلا عند وزارة الدفاع. ازاي بتهزر؟ دي احداث انما انا لا شك انه كمبدأ ما فيش حد كان بيقول اقتحام وزارة الدفاع. انا لم اسمع هذا الكلام الا من الاعلام، الا منهم هم. لم اسمع هذا الكلام.
اقتحام وزارة الدفاع، يعني ايه اقتحام وزارة الدفاع؟ وبعدين فبالتالي احداث العباسية. بس هي فكره حتى التواجد امام وزاره الدفاع، يعني دايما كان التواجد في ميدان التحرير فقط، يعني لم يكن هناك دايما توجه الى فكره الوقوف امام وزارات بشكل عام يعني. وهو ايام ما كانوا بتوع اسفين يا ريس موجودين في ميدان العباسية، ما كانش ميدان العباسية خطيرة للتظاهر؟ فضلوا يسيبوهم مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة لانهم على الهوى، ولما اللي راحوا هناك لهم وجهة نظر اخرى. انا على فكرة كنت ولا زلت معارض لذهاب الناس لميدان العباسية اصلا. يعني انا كنت ولا زلت ومش عارف ازاي دي الفكرة دي جت ولا حصلت ولا مين ولا اي حاجة، لكن هو طول ما ميدان العباسية كان لبتوع احمد شفيق وعمر سليمان واسفين يا ريس والكلام ده عباسية حلو. اول ما بقى بتاع ناس تانيين بيروحوا يطالبوا بحاجة بقى وحش. لا المسألة. وبعدين ميدان العباسية كانوا وحشين، طب واللي قتلوا الناس في احداث مجلس الوزراء، واللي قتلوا الناس في احداث محمد محمود، واللي قتلوا الناس بورسعيد، واللي قتلوا الناس، هي المقاتل دي كانت كلها الناس فيها كانوا في ميدان العباسية؟ ده منهج، ده منهج. وبعدين ده احنا قربنا نبوس الايادي، وان شاء الله مش هنبوس الايادي ابدا باذن الله. كنا قربنا نبوس الايادي نقول لهم حققوا، طلعوا نتيجة تحقيق. مين المحرضين؟ مين اللي بيدفعوا الفلوس؟ فين الكبار؟ لغاية اللحظة دي مفيش. فيتحمل اللي يتحمل احداث العباسية هو من قتل الناس في العباسية. عايز انتقل معاك ليوم السبت القادم. يوم السبت القادم يوم صدور الحكم، اسدال الستار عن محكمة القرن، محاكمة القرن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته واعوانه. مش هتكلم على توقعات الحكم رغم انك رجل قانوني، لكن هتكلم على ما هو رد الفعل المنتظر من الحكم، وكيف نحترم حكم القضاء ايا كان هذا الحكم، وما هي الكلمة التي تقولها للناس في حالة صدور حكم لا يتوافق مع طموحاتهم او اهبتهم. والله انا كنت يعني بقول كلمة واضحة، ان اختيار توقيت الحكم ان هو يوم 2/6 كان مقصود بيه ان يبقى في حاجة ينفع لو احتاجناها نفجر بيها الوضع في البلد، واذا ما احتاجناهاش ممكن نأجلها. الوقت هم مش هيحتاجوها، فانا بعتقد ان يوم 2/6 ده هيطلع مد اجل، يعني تأجيل نطق بالحكم، لانه خلاص ما احتاجناش. انما لو كان وصل يعني مثلا ما هو ايه السبب مثلا في ان اصوات حمدين صباحي زادت؟ ان حصل حرب شديدة في عدم وصول 2 اسلاميين للاعادة، ما يبقاش عبد المنعم الفتوح ومحمد مرسي، فكان لازم تطير تصويت عن حد منهم بحيث انه في الاخر ينزل ويطلع واحد بس في الاعادة مش الاثنين. فبالحالة دي يعني الاصوات راحت من الناحية دي نتيجة هذا الكلام. لو كانوا وصلوا 2 اسلاميين للاعادة بعتقد والله اعلم ان كانت دي تبقى حاجة جاهزة. او بقى لو كان حازم ابو اسماعيل كمان وصل يعني لو كان لسه موجود ساعتها، ما هو كان الاستبعاد لسه، لو ما كانش فيه استبعاد ودخل الانتخابات بقى ودخل اعاده ولا نجح ولا حاجه، كان يبقى حكم 2/6 ده جاهز. انما الوقت اعتقد ان شاء الله الدنيا بقت حلوه، وجايز احمد شفيق يجي والبلد كلها هترجع وكل حاجه. فانا بعتقد انه والله اعلم انه هيحصل مد اجل للحكم، بمعنى انه لن يصدر الحكم فيه، والله اعلم. طبعا قد يخلف الله ظني، لكن دي قراءتي للحدث يعني. شايف مين اقرب للفوز بانتخابات الرئاسة؟ انا مش هقدر اجاوب على السؤال ده، لانه لو حصل انه انتخابات الرئاسة بايدي المصريين اعادت الطغيان القديم، انا مش عارف هيبقى يعني الواحد يتصور ايه الحقيقة. يعني هتبقى مسألة الحقيقة. بالعكس انا ادعو لكل مصري صادق ومخلص ان هو لو امكن لازم يبلغ، حتى لو هو مشارك في التزوير، حتى لو هو هياخد فلوس بس يبلغ برضه. يعني لو هياخد فلوس وينتخب واحد لو سمحتوا يبلغنا، لانه لازم نعرف. وعايز اقول لحضرتك حاجة، اول جولة تلت من صوت لعمرو موسى واحمد شفيق، وتلتين من صوت للاخرين.
سواء منهم الإسلاميين بالنسبة الأعظم الأكبر طبعا راحت للإسلاميين لا شك، برضو دي قراءة مهمة. حمدين صباحي ودكتور عبد المنعم واخدين 9 مليون و3 من عشرة. وهو هم الاثنين لوحدهم. بالظبط. وده في حد ذاته تصويت له، يعني ده مش تصويت ثورة بس، ده تصويت يعني ده ما هو انت لازم تضع معاهم الباقيين كلهم تقريبا يعني ما عدا حاجات بسيطة. فبالتالي تلتين اللي صوتوا في الانتخابات، تلتين من صوت في الانتخابات أرجو أن يحافظوا على أنهم غير مستعدين لإعادة جمال مبارك أن يكون الرئيس القادم جمال مبارك. طب والعازفين اللي قالوا مش هننزل، وحتى اللي بيقولوا احنا خايفين محمد مرسي ننتخبه عشان مش عارف الحكم يبقى حكم المرشد ولا ما اعرفش ايه، اقول له حكم المرشد احسن من ان يكون حكم نتنياهو او حكم جمال مبارك، لان لا يمكن. والسؤال هنا اذا تولى دكتور محمد مرسي سوف يكون الحكم حكم المرشد في تقديرك؟ لا ما اعتقدش، لا لانه هم يعني، وهو المرشد ده شخص عاش حياته. انا بقول لحضرتك هو انا مختلف مع اسلوبهم السياسي تماما، لكن المرشد ده شخص عاش حياته كان يستطيع ان يعني انه يهدي اللعب زي ما بيقولوا، انما عاش حياته لمبدئه، يخش السجن يطلع من السجن يضطهد فانا احسن لي من انه اسرائيل تحتفل، احسن لي من ان يصبح نتنياهو زي ما كان بيقول على حسني مبارك كنز استراتيجي، احسن لي من ان جمال مبارك هو الذي يحكم من وراء ستار، لانه احسن لي من ان يعود مرة اخرى. بلا شك انا احمد شفيق لو جاءني في غير هذه الظروف على عيني وراسي اهلا وسهلا، لا افرق ابدا، انما بس الفكرة ان لازم يجي في ظل شيء نزيه. تعالى لي الاستاذ عمرو الليثي ياتي بنفسه وحازم ابو اسماعيل ياتي بنفسه، واللي يجي منهم يجي، هي لا هي بالدقون ولا هي بالجماعات ولا هي بكذا، وانما بالعقائد والمبادئ. هل تقبل اي منصب وزاري اذا عرض عليك؟ لا مطلقا. ولا تقبل منصب نائب رئيس اذا عرض عليك من قبل احد؟ لا مطلقا. انا صاحب مشروع، صاحب فكرة، انا اعمل حزب سياسي ان شاء الله وحركة سياسية كبيرة، واجاهد في الشارع وبين الناس علشان اوصل المتوسط العام في المجتمع المصري الى شيء يشرف، واموت بعدها ما يهمنيش، افضل لي من اني اتولى احسن منصب. وصدقني حضرتك والله انا لا حتى تعلقي باني اترشح لرئاسة الجمهورية مرة اخرى واهن جدا. انا اتمنى اني اوصل البلد، عارف حضرتك، مجرد ان الدولة تبقى دولة منهج، دولة مؤسسات، دولة قادرة على ان هي طبقا للمنهج العلمي انها ترفض الظلم. مما انا لما ظلموا اسمها ايه البنت اللي هي مين مش فاكر والله، اللي طلعنا لما اي حد ظلم مسيحي مسلم، يعني فلوباتير ده مع اني عارف انه ارتكب جريمة من وجهة نظري، لكن لما احالوا القضاء العسكري انا اعترضت ببيان. علاء عبد الفتاح اعترضت، اسمها مش عارف الحقيقة اسماء محفوظ طلعت بيان واعترضت. اي ظلم انا اتمنى اوصل لان يأبى الناس الظلم، الا يقبلوا ان يهانوا، وبعد كده اذا وصلنا للمتوسط العام ده، لذلك انا لا اطيق انه يعاد حد من النظام القديم، ده يبقى ما فيش كرامة. يا خبر ابيض، ده يبقى معنى كده انه لم تبقى هناك كرامة. شايف نظرة المصريين لحضرتك ازاي النهارده؟ حضرتك قريت طبعا لا شك الخبر ان امريكا دفعت مصر كفالات الامريكان اللي طلعوا يعني في قضية التمويل الاجنبي اللي حصلت. شايف الفضيحة؟ في قضية التمويل الاجنبي كان في امريكان محبوسين عن طريق المستشار عبد المعز ابراهيم، قدروا يسفروهم بره، بس عشان يسفروهم خدوا القضية من الدايرة اللي ماسكة القضية بطريقة او باخرى وطلعوهم بره، بس بكفالة، ده يدفع $250,000 وده $500,000. صحيح. مجموع الكفالات اللي اتدفع $5 مليون. اول ما الامريكان دول وصلوا امريكا، راحت امريكا اهانة وبيدوسوا على رقابنا بالجزم، اهانة للشعب المصري، راحت خاصمة $5 مليون من المعونة الامريكية لمصر. قالت لهم حتى الكفالات
ده بتهين القضاء المصري. حتى الكفالات اللي القضاء خدها من المتهمين الامريكان هناخدها من المعونه بتاعتكم، يبقى انتوا اللي دفعتوها، انتوا اللي دفعتوا لهم الكفالات. من يطيق بعد هذا ان يرجع حد من النظام القديم؟ ده احنا يبقى ما نستاهلش، ده اللي يحصل لنا يحصل يعني. ربنا يلطف. شايف المصريين بيشوفوا النهارده الشيخ حازم ازاي؟ هل نفس الثقه هي هل تغيرت بعد الحادث الاخير؟ شايفهم ازاي؟ تغيرت بعد ايه؟ ما تغيرت بعد الحادث الاخير ايه؟ يعني الفتره الاخيره اللي كان حصل فيها موضوع الوالده، موضوع الجنسيه وكده. يعني ما اعرفش، يا رب بس الناس يقدروا يصدقوني، بس انا الحقيقه لا يعنيني هذا الموضوع ابدا. يعني انا في الحقيقه يكفيني انني ان شاء الله شخص صادق بكل ما اعتقد من داخلي. نعم. يصدقني من يصدقني، انما هو في الحقيقه كده. بس انا عايز اقول اذا كان القضاء حاكم لصالحي وحاكم لصالحي بوضوح، فاذا اهتزت الثقه فبتبقى اهتزت فتره. وصراحه عايز اقول لحضرتك حاجه، كل القنوات المحطات الفضائيه دي ده ملك رجال النظام السابق كلها، فبالتالي كونها تشتغل بان البرنامج ده يقول والبرنامج ده يقول. هقول لحضرتك على حاجه، مش هقول لك مين اللي قالها، لانه احد زملائي الاعزاء من مقدمي البرامج، بس مش من هنا الحقيقه، مش في القناه هنا طبعا. ايام ما طلعت مظاهرات قال انصار حازم ابو اسماعيل، لما طلع امبارح حكايه انصار حمدين صباحي، وهم طبعا ابرياء من هذا برضه، بس بدا يقول لا مين قال انهم ابرياء انصار حمدين صباحي؟ الله. ولذلك الناس اللي فان شاء الله. لا انا نظره، وبعدين انا نظره. شوف يا استاذ عمرو، انا قلت الكلام ده من قديم لما كانوا بيقولوا لي الاخوان هيساعدوك ولا السلفيين انا شخص انطلق من عقيدتي مما اؤمن به. اعجب من يعجب ولا أعجب من يعجب، هذا الأمر لا يعنيني تماما إطلاقا. ولذلك أرجو أنه يعني وليس وأنا لا أعول على فصيل سلفي ولا إخواني ولا ليبرالي ولا أكثر من حد، ولكني لا أسوي بين من يؤمن برسالة الإسلام وعقيدته وشريعته وبين غيرهم. لكن أنا ليس لي أبدا يعني تعلق بهذا الموضوع. بس على كل حال أعتقد أن الأيام هتمضي ويكتشفوا مرة تانية يعني الصدق فين والكذب فين، والله المستعان إن شاء الله. شيخ حازم أنا شاكر جدا حضورك وسعيد جدا بهذا اللقاء، الله يخليك. ودائما نستمتع بحواراتنا مع حضرتك دائما. يعني أنا شاكر جدا لحضرتك، وأعيد الثناء على الرقي، الخلق، الأدب، الحرفية في التقديم. الحقيقة يعني أشياء كثيرة جدا تجعلني دائما أسعد كلما استجبت لدعوتك الكريمة. شكرا جدا جدا، شاكرين جدا حضورك، شاكرين جدا يا فندم. ده كان حوارنا مع الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. هنطلع فاصل ونلتقي مع فقرة دين ودنيا مع الشيخ رمضان عبد المعز. خلونا قبل ما نلتقي مع فقرة دين ودنيا والشيخ رمضان هنشوف تقرير أعدته زميلتنا إيمان التوني من الشرقية، مسقط رأس المرشحين الاثنين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. فاصل.